فيلمنا بيبدأ في عصور ما قبل التاريخ، وبنشوف آخر عيلة في العصر ده واللي اسمها عيلة قرود، وبيكونوا عايشين معظم حياتهم في الكهف بتاعهم لأن المكان حواليهم خطر جدا ومليان بالوحوش المفترسة. وبنشوف الأب جروج اللي بيكون السبب في بقائهم طول الفترة دي، لأنه صياد ماهر ومحارب قوي جدا، وبيبقى دايما عنده قانون إن أي شيء جديد فهو خطر، وقانون عدم الخروج من الكهف بالليل مهما حصل. وفي يوم من الأيام بيفتح جروج الكهف بتاعه وبيجري بسرعة علشان يخوف الكلاب اللي موجودة برا الكهف، وبتخرج وراه بنته عين، وبيبان إنها مبسوطة جدا إنها أخيرا خرجت من الكهف. وبعدها بتخرج أختها الصغيرة ساندي ووراها مامتهم أوجا. ولما جروج بيلاحظ خروجهم كلهم من الكهف بيزعق لهم لأنهم كسروا التعليمات بتاعته، وهي إنهم المفروض يستنوا إشارة منه الأول وبعدين يخرجوا. بس بيسمعوا صوت أخوهم سانكي من جوه الكهف وبيقول لهم إنه مستني الإشارة علشان يخرج، فبيديه جروج الإشارة علشان يخرج. لكن سانكي بيبقى شخص خواف جدا وبيقوله